فينيسيوس هدفه بطعم: انا رايح فين انا راجع تاني. انا رايح فين انا راجع تاني. إدراك الوعي في كرة القدم هو موقف ثم مساحة ثم تحرك، وفينيسيوس عمل التلاتة. بس قبل هدف فينيسيوس أنا عايز أتكلم على طريقة لعب ريال مدريد مع أنشيلوتي، إن هو بيعتمد على طريقة اللعب الارتباطي. ومن أساليب اللعب الارتباطي البناء من الخلف ومحاولة جذب الخصم لتفريغ المساحة في دفاعه، أو الصعود بالكرة عبر التمريرات القصيرة والسريعة والحركة المستمرة للاعبين بجانب بعضهم البعض، وده اللي حصل في هدف فينيسيوس. هنا برضو من ضمن أساليب اللعب الارتباطي وهي تجميع اللعب والإمالة إلى جهة من الجهات، ده طبعا عشان يحركوا المدافعين من مكانهم عشان يوجدوا ثغرة في منطقة الجزاء ويبتدي لعب الكرة في الاتجاه المباشر. وهنا اللي حصل بالظبط في هدف ريال مدريد. وفي كرة القدم الحديثة بيمرنوا دايما المهاجم على فكرة الدخول للداخل ثم للخارج، وهنا فينيسيوس برضو عمل نفس الحركة. بس أنا عايز أقول لك إن 80 أو 90% من الهدف هو توني كروس. توني كروس هو المدير لعملية بناء اللعب أو الهجمات لريال مدريد. لما فينيسيوس نزل عشان يستلم فشاور ليه بصباعه قال له روح في المساحة الفاضية. ده ما يمنعش إن فينيسيوس عمل الحركة دي أكتر من مرة مع منتخب البرازيل ضد إنجلترا، وأوقات كتير عملها في الدوري الأسباني. وقال عنه كروس بعد المباراة إن فينيسيوس هو اللي ساعده إن هو يلعب الباص ده، هو سريع جدا وذكي جدا. وبما إن نجاح الهدف بيكون مشترك بين التحرك والباص فهتكلم عن باص كروس، لأن كروس قدر إن هو يلعبها بالشكل المناسب في التوقيت المناسب بالسرعة المناسبة عشان تروح لفينيسيوس، لأن التقنية والدقة عند كروس عالية جدا. ويجي الدور على فينيسيوس عشان فينيسيوس يعمل إنهاء جميل جدا على يسار نوير، وبعدها يروح يدي التحية لكروس لأن كروس هو اللي لف له الكورة لفة جاتوه. أتمنى تعمل لي لايك ومتابعة وبشكركم.